في زمن الأساطير لما كانت مصر بيحكمها عمالقة مش مجرد ملوك. صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. الحكاية مش عن فراعنة عاديين، الحكاية عن سلالة من الملوك العمالقة، طول الواحد فيهم بيعدي 20 متر. كانوا بيمشوا على الأرض زي الجبال المتحركة، وصوت خطواتهم كان بيزلزل الصحراء. لكن عظمتهم دي كانت سبب في طمع حضارة تانية، حضارة من الفضاء السحيق. في يوم السما فوق الأقصر اتقسمت نصين، وظهر أسطول من مركبات فضائية معدنية، نزل منها جنود لابسين دروع متطولة ومعاهم أسلحة بتطلق نار غريبة. دول كانوا جنود الفضاء جايين عشان يسرقوا أسرار قوة الفراعنة العمالقة. بدأت الحرب، حرب بين العمالقة والتكنولوجيا، بين القوة الغاشمة والأسلحة المتقدمة. الفرعون العملاق كان بيشيل الصخور الضخمة ويرميها على المركبات كأنها حجارة صغيرة،